بعدين انا راجل الايام دي الناس بعد ما سمعت الفيديو على اليوتيوب ترى التوبه بتابوا خلاص ما حد يسيب حد في حاله. الناس تقول لك شيخ ومولاني ليه يا اخي ذا كله عقد في حاله احسن. شو عارف انا يا راجل تعبين نفسيهم لي الناس اللي يشغل باله بده واللي يشغل باله بفلان وعلان. مالك يا عم حسين هدا كده زعلان مش عوادك يعني مش زي كل يوم يا راجل. صار مالك يا عم عبد الله يا سال قم مش مالك بعد ما الناس سمعت فيديو التوبه بتاعك والحمد لله ربنا هداهم. بعد ما الناس سمعت الفيديو ده وعملوا بيه كمان طب الحمد لله. الاقي بعض الناس كاتبالي في الكومنتات الحقني يا عم حسنين. قلت يا في ابوي خير ان شاء الله لعله خير. لقي الناس بيقول لي الحق يا عم حسين بعد ما سمعنا فيديو التوبه بتاع عبد الله رجب وخلاص تبني. اللي بيتريق عليه بيقول يا مولانا ويوه يا شيخ ويوه مش عارف ايه ويوه ويوه ويوه. في ناس قاعده تتريق عليهم واللي يقول لي يا مولانا واللي يقول لهم يا شيخ عشان يعني هم تابوا ربنا بيقولوا لهم كده ونزلوا فيهم تريقه. فانا عايز منك حل للكلام ده يا عم عبد الله. انت معك حل للكلام ده؟ يعني انت عايز حل للموضوع ده؟ معك كمان عبد الله يقول لي معك حل. متاكد انت معك حل؟ انت يا عبد الله انت معك حل؟ يا عم انا عندي لك حل ان شاء الله. انت يا عم عبد الله معك حل؟ يا عم يلا سمعنا الحل بتاعك. اديني قاعد حاسمع ما عارف لو الحل ما ينفع شيء حديك بفضه دي في وشها. ما تاخذنيش هذا يا عم عبد الله. لو الحل ما ينفع شيء تاخذ بفضه دي في وشها. الناس عايزه حل ينفع معاهم. يلا سمعنا انا قاعد هنا بسمع. يلا بسم الله والسلام عليكم. دلوقتي عم حسنين بيسال وبيقول الناس اللي سمعت فيديو التوبه للاسف بيجي في ناس بتتكلم عليهم. الناس سمعت فيديو التوبه وعملت بيها وطبقت الشروط اللي احنا قلنا عليها وتحسنت الحمد لله. في ناس اللي قابلتها وقاعد تقول له يا شيخ يا مولانا ده كله عشان بيجي يقرب من ربنا. هو الكلام ده ما يضايقش لكن الناس بيقولوا بتريقه. انت فاهمني؟ الناس بيقولوا بتريقه وبيقولوا والله عليهم صفات مش فيهم. والناس الحمد لله تابت و100 فل و10. عم حسنين دلوقتي بيسال هل الناس دي لهم جزاء؟ طبعا لهم جزاء. الناس اللي بتتكلم يعني في حل ان شاء الله. تعال يا عم حسنين اقول لك قصه هتخلي الناس كل ما الناس دي لما تتكلم عليهم ان شاء الله يرموا الكلام ده وراء ظهورهم ان شاء الله. قصه ايه يا عم عبد الله؟ يعني انا اهزر معاك يا عم حسنين بس اقول للناس بس تصلي على سيدنا النبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام وتعال احكي لك القصه على طول ما تقلقش. بسم الله والسلام عليكم. قصة النهاردة عن سيدنا موسى عليه السلام وحواره مع المولى عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام كان ملقب بكليم الله. كليم الله يا سيدي معناها انه كان بيكلم ربنا من وراء حجاب. المهم سيدنا موسى في يوم من الايام راح اشتكى للمولى عز وجل وقال يا ربي كف ألسنة بني اسرائيل عني. سؤال بس كده عم عبد الله في النص يعني ما تاخذنيش يعني يمكن انا راجل مش فاهم. يمكن حد في الناس يعني تتفرج علينا دلوقتي دي الناس اللي بتتفرج علينا يا اخي. يمكن حد في الناس دي ما يعرفش ايه معنى يا ربي كف ألسنة الناس عني. قول لنا يا اخي قول لي ده لو انت عارف يعني لو انت عارف قول يا رب. يعني ايه يا عم حسنين كف ألسنة بني اسرائيل عني؟ يعني انت لازم تسال هنا يعني يا عم مش مشكله اسال يا عم دامك مش عارف نحن نجاوب لك. معناها يا رب ما تخليش قوم بني اسرائيل يتكلموا عني. راح جاوب عليه المولى عز وجل